مين قال ان الكرشه صعبه او ريحتها بتضايق؟ النهارده خليكي استاذه فيها، وكل هيطلبها من ايديكي. وتعالى اقول لك على السر في دقايق بسيطه، زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. يلا بينا. بصوا بقى، انا جبت الكرشه ونضفتها في البيت وغسلتها كويس بالدقيق والليمون والملح، وهسلقها. بتسلقيها ايه بايه يا تيتا؟ عايزه اقول لكم بشويه زعتر وروزماري، ومع البصل والحبهان واللورا والمستكه، وهتطلع معاكي زي الفل بالشكل ده كده يا ست الكل. ومن هنا بقول لكم ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلة على النار فيها معلقة من الزيت ومعلقة توم مهروسة، وشوحيها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. وهنزل عليهم كمان بمعلقة كزبرة ناشفة. وكده بقى زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي، مش هتاخد مننا اي وقت ادام مجهزاها. انا بسلق الكرشة دي واشيلها في الفريزر، وساعة ما اجي استعملها اروح طبخها على طول بالشكل ده كده. التومة بتاعتنا اتشوحت وخدت اللون الذهبي زي ما انتوا شايفين. اشوحي فيها الكرشة كده واديها تقلبتين كده لغاية ما تاخد طعم التومة خلاص. وهنزل بقى ببصلايه مفرومه فرم صغير خالص زي ما انتوا شايفين، وهنزل عليهم بشويه كمون وشويه كزبره ناشفه تانية، وشويه ملح وشويه فلفل اسود. وشوحي بقى الكرشه بتاعتك دي خالص زي ما انت شايفه بالشكل ده كده يا ست الكل. ومعايا بقى كيس من الصلصه او معلقه من الصلصه، حطيها زي ما انت شايفه. هتاخد مننا اي وقت؟ لا، ما خدتش مننا اي وقت. ومعانا بقى نص كيلو من الطماطم عصرناهم، وبقى ننزل عليهم كده على الكرشه خلاص. ونقلب بقى الكرشه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده ونغطيها. وتعالوا بينا بقى، ادام عندنا طبق كرشه يبقى نعمل شويه رز بالشعريه. هنشوح الشعريه بتاعتنا كده في الزيت. وهنروح بقى بعد ما تاخد معانا اللون الذهبي هننزل عليها بالرز مع اضافه الملح. ونشوف بقى تفاصيلنا مع بعض. وهنا بقى بقول لكم لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش طب لايك ومتابعه عشان يوصل لكم كل جديد. تعالوا بقى نعمل شويه الرز بالشعريه، وتعالوا اوريكم بقى جمال الكرشه بتاعتنا خلاص. وسوا بقى الكرشه بتاعتنا المظبوط. يلا بينا بقى. ضفنا بقى شوحنا الرز بالملح والشعريه. هنضيف عليهم الميه ونسيب الرز بتاعنا يتشرب. والكرشه كده داخله في السوا والرز اتشرب. هنوطي بقى على الرز بتاعنا. وتعالوا بقى نشوف الكرشه وجمالها يا جماعه. عايزه اقول لكم تحفه. يلا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. وهنا بقى اللحظة الحاسمة، شايفين شوية الصوص وشوية الكرشة اللي معمولين؟ عايزة اقول لكم خطيرة، وصفة خطيرة ولذيذة وما بتاخدش دقايق مننا. ادام موجودة ومسلوقة عندنا في الفريزر بنطلعها وبنعملها مع شوية رز بالشعرية، ما بياخدوش اي وقت. يلا بينا بقى نغرف شوية الرز بتاعنا. طالع معانا عامل ازاي الرز؟ مفلفل. يلا بقى شوية رز بالشعرية كده سخنين مع طبق كرشة كده لذيذ. ومن هنا بقى بقول لكم اتفضلوا بقى معايا يا حبايب قلبي. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش طب لايك ومتابعة عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا بقى اتفضلوا معانا، واسيبكم في رعاية الله وامنه، واشوفكم على خير يا حبايبي. واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.